الاسانسير ده اللي كان بيطلع على شقه اسماعيل ياسين اللي كانت في الدور الاخير. العماره دي هل اتباعت ولا حجز عليها؟ حجز عليها. فاليوم ده قال لي انا هموت. حضرتك كنت معاه في اللحظات الاخيره؟ قالوا انه ما كانش بيقف مع اصحابه. انا ده مات على ايدي. يقال ان اسماعيل ياسين اتدفن في مدفن صدقه. لقيته بيولع نور الشقه كله. هو طبعا اتقهر موضوع الضرايب ده يعني لانه كان كتير قوي. الدنيا دي متعبة جدا 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 من الدنيا. انا اسمي ايمان انور الحقيقي، بس هو سماني ميرفت اسماعيل على اسمه، لان هو جوز خالتي. بس هو تبناني من وانا عندي سنتين. عشت معاه يعني من وعمري سنتين لغايه ما توفى على ايدي وانا عندي 16 سنه وشهرين. احنا دلوقتي جوه عماره اسماعيل ياسين اللي بناها بنفسه. طب احنا دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن العماره اللي بناها اسماعيل ياسين، اللي هي عليها الرخامه اللي مكتوب عليها اسماعيل ياسين. انا رحت وصورتها بنفسي. عايز اعرف هو بناها امتى وبناها ازاي وكان عايش فيها قد ايه وذكريات حضرتك فيها لحد ما اتنقلتوا لعماره 26 اللي هي قدام السنترال. اللي قدام السنترال. انا من ساعه ما وعيتها الدنيا وانا في العماره دي. تمام. يعني من ساعه ما رحت وانا عندي سنتين كانوا في العماره دي. كان في قبلها كانوا في فيلا ورا العماره، كان في فيلا تبعه، بس دي باعها وبنى العماره. اتهدت الفيلا دي طبعا دلوقتي. دي اتهدت خالص وبقت عماره. وهو خد الدورين اللي فوق خالص عملهم فيلا. تمام. سلالم داخليه وكده، 8 فوق و8 تحت. دوبلكس. 8 اوض تحت و8 اوض فوق، بس اوض ايه بقى؟ يعني باين من المساحه. وهول بقى حاجه اسمها وعرض الشقه العماره مش ريسبشن بقى، لا هول. حاجات كده يعني. وبعدين التراس اللي كان بتتعمل فيه حفلات بقى. تراس بعرض العماره كلها من هنا لهنا. شفت العماره عريضه قد ايه؟ كانت الحفلات بتاعت اعياد الميلاد بقى والكلام ده كله والعزايم والبتاع بتتعمل بقى في التراس الكبير قوي ده. وكان يتعمل ستيج ومسرح وبتاع فوق في الحته دي. حته ايه ده؟ بقول لك عرض العماره كلها بقى في سكان دلوقتي للاسف. عرض العماره انا نفسي اطلع. هوديك ان شاء الله. فكان بيتعمل ستيج يطلع فيه بقى محمد طه ومحرم فؤاد كل بقى اللي بيجوا يغنوا بقى. مين كمان؟ وعبد الحليم بقى. عبد الحليم غنى فوق العماره دي طبعا. الله. عبد الحليم هو زعل منه في العماره دي. قعدوا منقطعين تماما 13 سنه. 13 سنه. كان بيجي لاعياد الميلاد. في مره بابا عزمه فبعت الهديه بتاعت ياسين مع السواق. فهنا كانت القطيعه بقى. راح مرجع الهديه مع السواق وكلمه. انا ما بعزمكش عشان تجيب لي هديه. وشكرا. 13 سنه اتصالحوا بعد عشان كده اصطلحوا في الاواخر خالص. جالنا البيت بقى الاخراني وكنت انا كبرت بقى طبعا. شفته بقى وكنت مغرمه بعبد الحليم. فاصطلحوا. اللي صالحتهم على بعض الله يرحمها طنط مها صبري وطنط تحيه كريم. صالحوهم على بعض. في العماره ولا بره؟ لا في البيت اللي مات فيه. ده في الاخر بقى خالص. كنت بتطلعي من الاسانسير الاسانسير داخل الشقه. جوه الشقه. جوه الشقه يعني الطرقه كده بتاعت الكوريدور بقى بتاع المرايات. كوريدور وهنا بقى ريسبشن وهنا ريسبشن. هنا ريسبشن ضيوف وهنا ريسبشن بتاعنا اللي هو الاسانسير ده كان خاص باسماعيل ياسين بس ولا بالعماره؟ لا هو في العماره كلها، بس هو بيطلع الدور الثامن. شقتنا بقى. بيدخل على الشقه على طول. وباقي الشقق اللي تحت كان سمعت ان هو كان مأجرها؟ التأجير كان مأجر الشقق. العماره كلها ما فيها ناس. ايجار لناس. هي ملكه. فكلها متأجرة للناس. بنى العمارة كان مأجرها، مأجر الشقق اللي تحت والدورين بتوعه. وكان قاعد هو في الدورين اللي فوق 8 نوم بليفنج وبتاع، وتحت 8 ريسبشن كله بقى. طب بقى احكي لنا بقى عن تفاصيل العمارة دي. هل اتباعت ولا اتحجز عليها؟ اتحجز عليها. اتحجز عليها. هو باع بقى الدورين دول لوحديهم. ما باعش العمارة لأن هي تمليك. هي تمليك. العمارة بتاعته. بقول لحضرتك ساب الفيلا وبنى العمارة. تمام. الفيلا اللي اتولد فيها ياسين. باع الدورين دول لوحديهم. وسدد جزء من الضرايب
بس مش كله، فالضرايب كانت حاجزه على 3/4 العماره. تمام. لما توفى بقى ياسين وماما فوزيه دفعوا ال3/4 وباعوا بقى العماره يعني العماره في الاخر وخدوا هم الباقي بقى اتباعت بعد وفاته، بعد وفاته. بس هي كان محجوز عليها وهو عايش. 3/4 اللي محجوز، 3/4 مش كان محجوز كلها، عليه. لان هو لما باع الدورين اللي فوق دفع جزء. طيب انا عايز اسال سؤال، هي الفلوس دي كلها اللي كانت عليه جت منين؟ يعني انا عايز يعني 300,000 جنيه هو ما كانش بيدفع ضرايب اه وما يعني ما اعرفش بقى نظام المحاسبين بقى وايه، ما عنديش فكره. اللي انا اقصده، هل مثلا ده كان ظلم؟ الضرايب دي كلها كانت ظلم ولا كان فعلا؟ لا ما اعرفش، لأن هو طبعا اتقهر موضوع الضرايب ده يعني لانه كان كتير قوي، بس هو ما كانش بيدفع. طب ما كانش فيه مثلا تقسيط؟ ما تواصلش مع حد لا. حاول يحل له لا الموضوع؟ لا، هو اللي حصل ان هم حجزوا على العماره وسكتوا على كده، فخلاص ما فيش مشكله. ما حاولش حجز على العماره، ما حاولش ما حاولش يحل بقى ولا ما عرفش؟ لا ما حاولش. احنا جت سنه 67 بقى النكسه والبتاع، فكله جري بقى على لبنان. ايه اكتر ذكريات ليكي في العماره ما تقدريش تنسيها؟ ما هو زي ما بقول لك ان معظم الناس الفنانين بتوع زمان الكبار دول كانوا على طول معانا، ومن ضمنهم نيلي وفيروز ومامتهم. لسه شايفه صور قريب عندي ليهم معانا في البيت، وعبد الوهاب الله يرحمه ومراته وولاده. يعني لا ناس كتير جدا يعني. تفتكري اللحظه اللي سبتوا فيها العماره؟ افتكر لان كان بابا حزين قوي. وبعدين احنا لما رحنا العماره التانية الاخرانيه دي كانت اصلا هي موجوده، بابا مأجرها لماما فوزيه معهد. دي كانت اصلا مأجرها معهد رياضي وكوافير بتاع ماما فوزيه. ففكرنا ان احنا لما نوضبها وتبقى شقه بقى، وهي شقه 8 اوض يعني او 7 وهول كبير يعني، وبرده مطبخ واوفيس كبيره، مش حاجه فقيره يعني نص اللي كنا فيه، نص الليفل بالظبط. كنا في 16 بقينا في 8. فكان زعلان طبعا، احنا هنسيبها يعني هنسيب بعد كده ابتدى بقى يبقى هو في النازل. احنا رحنا بس الاول على ما الشقه تتوضب، قعدنا في العروبه. اصل في ناس بتقول ان العروبه دي فيلته. لا فعلا دي كانت شقه 9 اوض بسلم بجنينه بكله. دي كانت ايجار برضه، تمام. اجرناها 9 شهور، لكن دي برضه مش تملك، لا ما يمتلكهاش. طب انتوا دلوقتي بقى انتقلتوا للعماره بتاعت 26 يوليو اللي هي قدام السنترال. بعد ما قعدنا 9 شهور في العروبه، الفيلا اللي في العروبه دي، رحنا بقى كانت اتوضبت بقى شقه الزمالك الاخرانيه دي وقعدنا فيها. عاش فيها قد ايه بقى؟ قعدنا فيها بقى من 64 لغايه ما توفى 72. بس في 3 سنين في النص بتوع النكسه قعدنا في لبنان. من 67 ل 70. قال ان هو قعد فيها سنه، عشان كده بصحح المعلومه. سنه؟ لا انا دي ما سمعتهاش. يعني قعدتوا فيها وقت كتير؟ قعدنا فيها كتير طبعا. برضه تفتكري فيها ذكريات او حاجه غير الذكريات الاليمه احنا هنروح لها كمان؟ لا وكان فيها ذكريات، لان برضه معظم الناس دي كانت بتجيلنا هناك. كانوا برضه معاها ما سابوهوش. ولا طنط دريه ولا طنط مها صبري ولا فريد يعني انا مش قادر افتكر ناس كتير قوي اصلهم يعني. هم كلهم كانوا يعتبروا شله يعني واحده مترابطين كلهم مع بعض يعني. طبعا عبد السلام النابلسي برضه في لبنان بالذات كمان كان معانا كتير. طيب قوي. لغايه ما توفى واحنا هناك كنا في لبنان. وبقول لك فؤاد وشويكار كانوا بيجوا لنا في البيت الاخراني ده. نور الدمرداش الله يرحمه وماما نونا كريمه، فاكراهم برضه انا. ناس كتير قوي يعني. ما سابوهوش لوحده يعني. حتى محمد عوض الله يرحمه برضه جالنا البيت كذا مره، رغم ان دول مش من الاصدقاء القدام يعني، دول الناس الجديده دول. مين اكتر حد بقى كان واقف معاه او كان صاحبه يعني انتيم؟ مين؟ هو طبعا فطين الله يرحمه وابو السعود البياري محمود المليجي. الناس دي ما كانوش بيفرقوه يعني. هو بعد وفاه فطين هو اكتئب. احنا دلوقتي في عماره اسماعيل ياسين اللي بناها بتاع ابو شاي، وبعد كده جت اتراكمت عليه الديون، ومراته اضطرت ان هي تبيع العماره ديت عشان تسدد الديون.
في اواخر ايامه لما اتراكمت عليه الديون اضطر ان هو يسيب العماره ديت ويروح العماره الثانيه اللي في شارع 26 يوليو يقعد في الشقه الايجار اللي قعد فيها وقضى فيها ايامه الاخيره لحد ما مات. بس المكان ده على قد ما العماره من جوه جميله جدا، بس هي بالنسبه لي مكان حزين لانه بيفكرني دايما بان هو اسماعيل ياسين في كل حياته ما خدش حاجه، يعني في كل حياته كل اللي عمله كل اللي شقاه وكل ما خدش اي حاجه، وفي اواخر ايامه مش هنقول ان هو كان ظروفه وحشه عشان اهله بيزعلوا، بس طبيعي واحد اتحكم الضرايب حجزت عليه والفلوس دي كلها ضاعت والكلام ده كله، طبيعي جدا ان هو اكيد الظروف ما كانتش زي الاول، اكيد الظروف اتغيرت. بس فدي العماره من جوه. الاسانسير ده اللي كان بيطلع على شقه اسماعيل ياسين اللي كانت في الدور الاخير، كان واخد شقتين فاتحهم دوبلكس على بعض. مين السبب في اللي حصل لاسماعيل ياسين؟ اسماعيل ياسين كان بيشتغل كميه افلام كبيره جدا وبعد كده فضل يقل كان بيعمل 3 و4 افلام في الشهر. يقال ان هو وصل في مره ل 14 فيلم في السنه. في السنة. قمه المجد زي ما يعني ما بيقولوا هو قمه النسيان. هقول لك حاجه، هو كان راجل اولا واقعي ومؤمن جدا وعارف ان اكيد في يوم كده ويوم كده ومش هتدوم ليه يعني، كانتش دامت لغيره اكيد يعني. بس هو يعني لما طلع بقى مسرح مصر، مسرح ساعة قلبك والحاجات والدولة وكده، ابتدى ناس وجوه جديدة تطلع يعني عادي يعني. فهو شغله بتاعي. يقال ان هو في وجوه جديده طلعت عشان تحارب اسماعيل ياسين وكان من ضمنهم فؤاد المهندس. هو مش طلعوا مخصوص عشان يحاربوا اسماعيل ياسين، لكن هم لما طلعوا عايزين بقى يظهروا يعني. ففي ناس حبت تساعدهم، مسحوا كل مثلا مسرحيات اسماعيل ياسين. كان مسرحيات مثلا كانوا حاجه و60، ما فيش غير مسرحيه واحده اللي في التلفزيون اللي هي كل الرجاله كده تقريبا، وتقريبا فيها. طب يعني هو ده مش مقصود ان هو يتمسك؟ لا ده مقصود. طب ليه بقى؟ ما ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه. ما هو ده مقصود، بقول لك عشان يجاملوا فؤاد. يبقى كده في حد بيجامل فؤاد. ايوه في حد. مين بقى اللي كان بس مش جمال عبد الناصر، حرام. ما لسه كنت هقول لحضرتك انه يقال ان الرئيس جمال عبد الناصر هو اللي حارب اسماعيل ياسين. لا وانا انا نفسي شايف ان الكلام ده مش صح ومش واقعي. هقول لحضرتك حاجه، الرئيس جمال عبد الناصر كان صاحب بابا اسماعيل. تمام. وولاده كانوا معانا في المدارس. وفي الصيف كنا بنبقى مع بعض في المنتزه واليخوت والبتاع، يعني احنا كنا مع بعض على طول. فمش عبد الناصر نفسه. الرجال بقى بتوع عبد الناصر بقى اللي تحته، يعني وزير الداخليه، وزير مش عارف ايه، وزير ايه. عمل لهم ايه؟ هل مثلا كان مصاحب بقى فؤاد قوي وبيعمل له خدمات من نفسه، الله اعلم. فؤاد قال له الله اعلم برضه، ما اعرفش يعني. ما اعتقدش ان فؤاد المهندس هيقول له اعمل كذا يعني، فاهم؟ انا اعتقد هي مجامله ليه يعني. المهندس اكيد ما عملش كده. لا ما اعتقدش. وكمان كان هو لسه طالع وكان صغير، ما كانش. لا وبعدين بابا اسماعيل طلعه في بداياته خالص. بالظبط في عريس مراتي تقريبا. طلعوا معاه، كان هو وخيريه احمد وبتقول له يا محمود وبتاع الاف بتاعهم ده. فهو من اوائل الناس اللي شغلهم يعني. فما اعتقدش ان فؤاد هيعمل كده. طب هل مثلا بعدين فؤاد كان بيجي لنا البيت في الاواخر، الشقه القديم الاخرانيه اللي مات فيها بابا اسماعيل، كان فؤاد وشويجار بيجوا لنا البيت، فكانوا اصدقاء. طب هل مثلا في حاجه اتطلبت منه ومثلا رفض ان هو يعملها؟ لان يقال ان هو كان بيتبرع للجيش، يقال ان هو كان بيتبرع بحفلات، ايرادات حفلات، وكان بيعمل يعني كان بيعمل كل حاجه يعني بالزبط. من نفسه كمان. بالظبط. هو وصديقه الله يرحمه ابو السعود البياري الله يرحمه، كانوا على طول يعني. وعملوا حاجات للجيش والشرطه والطيران، عملوا حاجات كتير يعني للبلد يعني. شجعوا الشباب ان هم يخشوا الجيش من غير ما يخافوا يعني. كانوا الاول بيتهربوا وبيخافوا كده. سلسله الافلام حببهم في الجيش يعني. فلا يعني العلاقه بينه وبين جمال عبد الناصر كانت كويسه جدا. ليه ما حموش؟ هو يعني في معرفه بس هو بقى يعني جمال عبد الناصر فاضي يعني. الراجل كان بيمر بحروب ونكسات
مش هيبقى فاضي ان بابا اسماعيل يكلمه يقول له شرايط المسرحيه اتمسحت مش عارف ايه. بس لما كان ام بابا ما كلثوم يعملهاش بيحصل لها يعني. حاجه، ام كلثوم إيه؟ لما كان بيحصل لها حاجه المكان كان بيتدفن، ما كانش بيسكت. هي بتدخله، بابا اسماعيل مدخله. ما كانش بيطلب مساعده. لا ما يطلبش مساعده من حد ولا من عبد الناصر نفسه. ما كانش بيطلب. بمناسبه الكلام عن الرئيس جمال عبد الناصر، عايز اعرف بقى كان ايه علاقه اسماعيل ياسين بالمال؟ لسبب، لان يقال ان هو دخله مستشفى الامراض العقليه. الكلام ده حقيقي؟ والله انا سمعت زيكم الكلام ده، انا ما اتقاليش، بابا ما حكاليش حاجه زي طب تعرفي ان أيام الكلام ده الملك. منتشر على مواقع كتير جدا؟ آه. كوبي وبيست. انا أنا نفسي بعرف. عامل فيديو عن الموضوع ده، انا أنا نفسي من بعرف. 4-5 سنين عامل فيديو عن الموضوع ده. انا بقرا زيكم والله. يعني يا جماعه مفيش حاجه اسمها اسماعيل ياسين دخل مستشفى امراض عقليه، ولا قال نكته للملك فاروق، ولا الكلام ده طبعا على عهده الاستاذه ميرفت. انا ما سمعتش منه الكلام ده خالص والله. حضرتك كنت معاه في اللحظات الاخيره؟ انا ده مات على ايدي، كان هو بيصور الرغبه والضياع، تمام. صور 4 ايام وقال لهم معلش انا هسافر كام يوم بس اسكندريه لاني مش مظبوط بسبب موت الله يرحمه فطين عبد الله. فقعد 10 ايام ولم يوم ما جه يوم وفاته بالليل ولا راح بقى كباريه ولا راح حته. هو كان بيروح طبعا رمسيس طب ايه قصه وشهرزاد. الشبشب وايه قصه الجمهور مفيش قاعد حاجه اسمها يسقف؟ يعني هو في عز النقرس كان بيلبس حاجات جزام واسعه، ما بيلبسش شبشب. حتى في المسرحيه بتاعت كل الرجاله كده اللي هو موجوده الوحيده في التلفزيون هتلاقي معظم الوقت قاعد بس لابس جزمه عشان رجليه وجعه. عشان رجليه وجعه. لكن لابس جزمه. هو راجع من اسكندريه الساعه 1 الظهر، عادل اخويا وصله وروح قال لنا انا نفسي في ايس كريم، فنزلنا جبنا له ايس كريم من جروبي في سليمان باشا وروحنا عادي، وهو كان موجود عادي قاعد في السرير عشان رجليه عشان النقرس صاحي ما نمشي. مفيهوش حاجه خالص. ده الظهر الساعه 2 الظهر. وكانت ماما بتعمل الغدا، ماما فوزيه، واكل ايس كريم واتغدى. كنا هنروح التيرو نادي الصيد، كان يوم 3 فكنا رايحين نادي الصيد بالليل. حصل ظروف ما اعرفش ايه كده ما رحناش. وانا دخلت اوضتي اذاكر وبابا اسماعيل قاعد معاهم مع ماما وطنط ليلي وانكل ملاك في اوضه القعاد في الليفنج بيتفرجوا على التلفزيون. بعد الغداء هو المفروض بيريح شويه، ده الكلام ده العصر بقى تمام. مش بالليل. تمام. هو ميت 12:30 بالليل 1 الا ربع. كنت انا قاعده بقى معاه، انا كنت بنام معاه في الاوضه يعني، وكنت انا اللي بدعك له كوعه من النقرس، بدعك له رجله بالالجزال والحاجات دي. فهنا انا كنت قريبه جدا منه يعني. وبعدين انا كنت البنت الدلوعه بقى اللي بيقعد يرغي معاها ويحكي. ياسين كان كبر، فاليوم ده قال لي انا هموت. قال لي كده؟ بعد ما اتغدى على طول قال لي على فكره يا ميرفت انا هموت. قلت له ليه بتقول كده؟ ما تقولش كده بعد الشر عليك. فالمهم عيط وقال لي لا انا بقول لك انا هموت وانا غلطان ان انا ما عملتلكيش حاجه تامن لك مستقبلك. فقلت له لا انت مأمن لي كل حاجه، كفايه ان انت ربيتني وبتاع. وقال لي لا انا ضيعتك معايا. قلت له ضيعتني ازاي يعني؟ انت اللي عملت حاجه اسمها ميرفت وشخصيه ميرفت وبتاع. قال لي لا عشان كان لازم اعمل لك شقه من العماره اكتبها لك باسمك عشان لو جرى لي حاجه تقعدي فيها تبقى بتاعتك يعني. فالمهم قعد يعيط وانا اعيط وبتاع، وفي الاخر قلت له ما تقولش كده بعد الشر عليك، انت عندك منخرس ما عندكش حاجه تموت يعني. هو كانش عنده اي حاجه خالص، ما عندوش اي حاجه، وجاي عادي ماشي، وكان بالعربيه سايق من اسكندريه لمصر وعادي جدا مفيش اي حاجه، وعربيته قدام باب البيت مفيش حاجه خالص. قعدنا نعيط شويه. المهم ايه، سبته بقى يريح ودخلت انا اذاكر. وبالليل بقى هنجهز رايحين نادي الصيد ولبسنا وبتاع. معرفش حصلت تقريبا مشكله بين ياسين ونجوى في التليفون. فالمهم بابا اتخانق معاه وقال له مانيش نازل ومش عارف ايه، مش خارج، ما كانش عايز يجي معانا. فبابا كمان قال ايه ولا انا رايح هنقعد. يعني حوالي 12:30 كده بابا طلب منها زبديه، قال لها اديني زبادي. فقامت تجيب له الزبادي، قالت له انت تعبان؟ قال لها شويه كده. قام يتمشى في الشقه وانا قمت لقيته بيولع نور الشقه كله. طبعا دي مش طبيعته يعني، انا ما بحبش، انا شخصيا
ما بحبش حد يولع نور الشقه كله على الفاضي يعني. فهو كان يقعد يزعق لنا مولعين النور ليه يعني، في حاجه ما دام ما فيش حد قاعد يعني. فقلت له ايه ده؟ انت بتولع نور الشقه كله ليه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ بهرج معايا. قال لي يلا هو انا دافع حاجه. تخيل الكلمه يعني، عارف ان هو هيموت. برضه ما خدتش في بالي يعني. فقال لي افتحي لي باب الشقه. ففتحت له باب الشقه، في عندنا كرسي والصوره دي وفوتيه كده قدام باب الشقه، عايز هوا. فجيت اقعده على الفوتيه، قال لي لا انا عايز اقعد على الارض، قعديني على الارض. فتحت باب الشقه وقعدته على الارض وانا بسنده كده. راح نايم يعني، مش عايز يقعد يسند ظهره على الفوتيه، لا راح مميل على دراعي. فانا بالطبيعي بنيمه بقى على دراعي، بس بنزله خالص يعني. فلقيته طلع رغاوي من بقه وخلاص. في اللحظه دي كان مات. انا ما كنتش اعرف طبعا، 16 سنه مش فاهمه صعب. ندهنا الياسين ومدحت وكده كانوا بيذاكروا جوه. ماما جريت تنده بقى في ايه. قلت له بابا اسماعيل بيطلع رغاوي. فجري يندهوا، جري يروحوا يشوفوا اسعاف او حاجه. اسعاف جنبينا، انت عارف الحته دي يعني. فجاه لقيت البيت، لقيت سمير صبري كانوا عايزيننا ندخله الاوضه على سريره. فممكن ملاك نزل دور على حد من الفكهانيه اللي جنب البيت، جه شاله هو وانكل ملاك دخلوه على السرير. اللي حلمي بكر بيقول لك جه لقى على الارض وهو اللي شاله. حضرتك ايه الكلام ده؟ ما اعرفش، كله غلط. ما اعرفش. طب ايه قصه الكباريه وايه قصه ان هو بينزل بشبشب وان هو اللي بيوديه وماهوش عربيه لا صاحب الكباريه قال له ايه ده؟ الحق هو اسماعيل ما جاش ليه وراح لا ما كانش بيروح اصلا. هو ما حضرش اصلا الوفاه؟ ما جاش. انا ما شفتوش لا هو ولا شفيق جلال زي ما بيقول ان هو وشفيق جلال الاول نزلوا. لا ما شفتوش بصراحه. اول واحد جه كان سمير صبري الله يرحمه. بعديها بقى الزمالك كلها جت يعني، البيت كله سواد طبعا، من فنانين لناس عاديه. بالظبط. ده غير ان فنانين كتير جنبينا في الزمالك. كله كان عندنا. البيت اتردم بقى سواد. على ما ياسين جه اصلا بالدكتور، كنا احنا دخلناه انكل ملاك والفكاهيني دخلوا على السرير. كان هو خلاص خلص. ما خدش 10 دقايق، ما خدش 5 دقايق. انا استغربت ان هو كمان ما عندوش حاجة. هو جات له زي سبحه صدريه يعني. هو ده من القهر اكيد. ولا عيان ولا اي حاجه. طب احنا بقى عايزين نتكلم عن الجنازه، لان يقال ان هو ما كانش ماشي فيها حد. انا مصوره الجنازه عندي على الصفحه برضه. حلوه، مليانه ما شاء الله يعني. طب ما ليه جنازه مهيبه يعني. يعني. ان هو ما كانش فيه. لا الله يمسيه بالخير. انا بقول بالاسم. من ضمنهم فاطين عبد الوهاب. انا بقول بالاسم محمد عاشور. ده كان طفل اكيد. سنه 72 كانت بشورت لسه يعني. شاف منين الكلام ده؟ وفاطين عبد الوهاب ومعاه 9. طب ده فاطين ميت قبل بابا اسماعيل باسبوعين. ازاي كان موجود في الجنازه يعني؟ وازاي 10؟ انا رحت منزله صور الجنازه بقى ايام ما عشوب قال الكلام ده. ايه قصه ان هو قعد يومين ما اتدفنش؟ ايه القصه؟ اولا هو اللي حصل ايه؟ ان هو مات 1:15 بالليل. تمام. فلما جم بقى العالم دي كلها وبتوع الشهرزاد اللي هو كان المفروض بيروح يغني هناك، شهرزاد ورمسيس والاندلس. فصاحبة او صاحب شهرزاد ومراته فتحية محمود كانوا بيقولوا احنا ازاي نوديه السويس، وسمير صبري نفسه قال هنوديه السويس ونبهدله حرام يعني. وبعدين الناس دي كلها عايزه تودعه يعني، الناس عايزه تمشي وراه، فما ينفعش نوديه السويس. هو عندهم مدافن في السويس باسمهم بالظبط، مدافن اسمها مدافن عائله ياسين اسماعيل علي نخله. فهم اللي طلبوا ان هو يدفن في مصر عشان الناس دي كلها تودعه. قعد يومين؟ ما عادش يبان ولا حاجه. ده تاني يوم الصبح 1:15 بالليل متوفي. الصبح بدري كانت الجنازه في عمر مكرم. طب ليه اتقال ان هو ما كانوش لاقيين؟ ما انا دي افلام بقى بروباجندا هم بيعملوها. عايزين بقى يطلعوا بقى، عايزين يعملوا ابطال، عايزين يعملوا. طب هو سمير صبري عرض ان هو يدفن في المفهم بتاع في اسكندريه؟ سمير صبري مش ده الكل عرض يدفن في مدافنه.
يعني اي حد كان واقف طب يدفن عندي طب يدفن عندي كده يعني. فوصلوا ان هو يدفن جنب عبد الحليم في البساتين، في اللي هو بتاع فتحية محمود وجوزها شوقي. مش فاكره اسمه شوقي. إيه. بتوع محل شعر زي مالها شعر بس، واتدفن هناك ولا قعد يومين في البيت. طب ما كنا وديناه ما دفنه بقى لما هو مش منطقي ان يعني حد قاعده يقعد يومين في البيت. قاعده بقعده كنا سفرناه السويس بقى بالظبط. ويدفن في مدافن اهله اللي فيها ابوه وعماته واهله يعني. وبعدين السويس ده فيها كام ساعه دي بهدله يعني. ساعتها كان صعب جدا السفر. اكرام الميت دفنه على طول. فعشان كده اتدفن في المدافن اللي بقول لك عليها دي اللي هي جنب عبد الحليم على طول في البساتين. رحنا الاول عمر مكرم، طبعا اتشيعت من هناك اعتقد الافات الناس لو سمعت ان اسماعيل ياسين جنازه يعني إسماعيل انا عايز ياسين. اقول لك حاجه، لو بلاش فنانين خالص، لو حي الزمالك بس مش يعني حي الزمالك مليان فنانين اصلا وقتها في ما الوقت ده ينفعش. كلهم ساكنين هناك. ما ينفعش. وبعدين يقولوا لك هند رستم كانت بتكرهه، والله العظيم هند رستم من اوائل الناس اللي جم عزوا في بابا اسماعيل، من اوائل الناس لانه كان شغال معاها في الرغبه والضياع في اخر افلامه في الكام مشهد. رشدي ونور وهند كلهم جم. يقال ان اسماعيل ياسين اتدفن في مدفن صدقه. ايه حقيقه الكلام ده؟ ما انا بقول لك لا ما حصلش. انا رحت صورت هناك. المفروض ان هو مدفون في مدفن الفنانه فتحية محمود، وبعد كده اتنقل العظم بتاعه، اتنقل هو وكل اللي موجودين في المدفن ده لمدفن تاني، مدفن صدقه. يقال ان هو مدفن صدقه. هو ياسين ايام الله يرحمه قال لي طلبوه عشان يتنقل فهو رفض لهم هنقل مين. ياسين اللي رفض؟ ياسين قال لهم هنقل مين؟ وانتوا عارفين ده مين وده مين وده مين وده مين؟ ياسين اللي قال كده ولا التربي اللي قال كده؟ لان التربي بيقول ان هو قال هو اللي قال لياسين كده. ياسين اللي قال له كده. قال له الميه عومت العظم، الدنيا اتبهدلت في 2005 مش فاكره كام. ياسين اتوفى 2008 6 او 8 لا 8. فقال له لا طبعا يعني ايه له دي فين؟ ازاي يعني؟ وبعدين انا عرفت منين ابويا فيهم؟ يعني ما بيبانش بقى. لا خلاص طبعا كله عظم. بس حد تابع بعد كده ايه اللي حصل في المدفن؟ عرفنا بقى بعد كده وهو قال لي برضه ياسين الله يرحمه ان هم يعني صفتوه شربة الميه خالص، طفت له زي ما هم، بس طبعا البعطروا بقى يعني ما بقاش ده لوحده وده لوحده وكده. ايه اكتر حاجه مفتقداها في اسماعيل ياسين؟ كل حاجه. اصل هو كان انسان جميل قوي 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 قوي، طيب وصديق. تخيل انا لما كنت اصحى الاقيه بيعيط جنبي. هو اللي يعمل لي الكمادات. لما عملت الاعور مثلا او اللوز او بتاع اصحى الاقيه قاعد بيعيط جنبي، اقسم بالله. يعني اكتر من امه يعني، مش عارف اقول. هو كل الملايين في الوطن العربي دي بتحبه، فيعني ده مش من فراغ. ده في ميزان حسنات يا رب. هو يستاهل. يا رب. هو ما كانش يستاهل ده كان هيبقى عايش لغايه النهارده 52 سنه على وفاته. لا طبعا. لا كان انسان جميل قوي. وانا عاذر حضرتك اذا كان الناس اللي ما تعرفوش والناس الصغيره يعني بيحبوه بالشكل الفظيع ده، فحضرتك بقى انت بتقولي ميت على ايدك، مش ممكن يعني. فانا عاذر حضرتك في كميه الحب اللي بتحبها. مسرحيه اسماعيل ياسين كاتبها بايده. ده تلاقي بابا مذعور شويه في الصوره يعني. وانت اللي مستخبيه ورا شكول. انا اللي قاعد على حجري بس اسماعيل بص له ازاي كشكول بخط ايده. احنا النهارده بقى معانا ايه؟ معانا الكنز. اخيرا مدام ميرفت سمحت لنا بمجموعه صور نادره للاستاذ اسماعيل ياسين. مش بس كده، ده كمان كشكول بخط ايده، مسرحيه اسماعيل ياسين كاتبها بايده. ده كشكول عادي خالص بخط ايده، اسماعيل ياسين، روايه راجل مجنون جدا جدا، فاروق حسني. بص الخط بقى، يفتح الخط عامل ازاي. خط عامل ازاي يا جماعه.
دي اللي هي بتاعت عم حسين الفلكي يعني. اه. دي كان جالنا هو في أوائل 72 يعني، من باب يعني ايه الهزار وكده. هو بابا طبعا يعني مش بياخد قوي بالكلام ده، بس هو كده يعني من باب ايه مم. التفاؤل وكده. بس الحقيقة ما تفائلناش لأن كان كلامه صعب يعني. مم. حتى تلاقي بابا مذعور شوية في الصورة يعني، بس هو قلبها تهريج. مم. هو قال له السنة دي صعبة قوي عليك. هي كانت العربية بتاعتنا اللي جايبينها معانا سنة 70 من لبنان، بقالها فترة مم. كذا شهر واقفة في الجمال. فقال له لا ما تقلقش دي جاية هتطلع يعني، بس في حاجات تانية صعبة قوي هتمروا بيها. مم. فاتقبض كده واتضايق يعني. أنا اللي واقفة وراه على فكرة. اه. اه. طب وخد الموضوع بهزار ازاي بقى؟ يعني هو حاول يهرج كده ويضحك وبتاع، بس هو يعني اتخض. اه طبعا. قعد يقول له طب ايه يعني اللي هيحصل؟ يعني ايه يعني زي ايه مثلا؟ قال له لا لا بس ربنا يستر يعني، السنة دي تعدي على خير. مم. هي فيها شوية تعب يعني، وهي السنة دي اللي مات فيها يعني. مم. الصورة دي تقريبا آخر صورة في البيت لبابا إسماعيل. مم. كانت في أول 72، وبابا توفى في 5/72 مايو. أنا في المستشفى عاملة الأول، اه. ولقيته بقى بعت لي الورد والكارت ده. مم. أنا أصلا صحيت لقيته جنبي أساسا بيعيط يعني، يعني كمان غير الورد والكارت. اه. بس شوف كاتب في الكارت إيه. الآنسة ميرفت إسماعيل ياسين، ألف سلامة. ألف إيه؟ ألف سلامة عليكي. اه. الجماعة جابوا رجلنا في المستشفيات. اه. كمل بقى. إنما ولا يهمك أنا واخد حقي بدراعي. أيوه. وبعدين أبوكي بقى، أبوك إسماعيل ياسين أبوك سمع. الله. ده خطه بقى اللي هو كاتب إيه شرح الموضوع بتاع المسرحية. شرابة هي شرابة حب. العجوز الأمريكاني اللي مش عارف إيه في الجيش، متطوع في الجيش. اه. اقرا بقى. وبعد إيه؟ شرابة خرج. العجوز الأمريكاني اللي راح يتطوع في الجيش. المهم إن خطه كان فظيع، عبقري. يعني مش ممكن. هذا خط بابا إسماعيل ياسين. دي في أواخر أيامه بقى مسرح الأندلس. كان شكوكو معايا. شكوك ولا مطلعين برضه إشاعات؟ ده ما كانش شغال، كان قاعد معانا. بابا فوزية وبابا إسماعيل ياسين وأنكل ملاك اللي هو اللي أنكل ملاك ده كان قريب قوي كده كانوا من. قريبين جدا مننا يعني. اه. ده يوميا معانا في البيت بره وفي أي حتة. وأنت اللي مستخبية ورا شكوك. أنا اللي قاعد على حجري حتى بس بابا إسماعيل بيبص له إزاي. دي؟ في بيروت اضحك مع إسماعيل الله، ياسين. دي ما شفتهاش قبل كده. سنة 68 مع ممثل هناك. ودي برضه في رمسيس والحاجات دي يعني، يا رمسيس يا الأندلس. إلى أمي الحبيبة ماما سعاد ميرفت إيمان، مكتوب السؤال. مطعم فور أندونيس. ده ياسين. ياسين. بس الفيلم معروف. وده محمود حسين ممثل ومراته نرجس شوقي. مين اللي جنب أستاذ إسماعيل؟ ده اسمه حسين الشرباجي، كان ممثل برضه. وأنتي طبعا اللي واقفة هناك. أنا اللي واقفة هنا وماما فوزية وبابا إسماعيل. أنا معلمة على الحتة اللي هو قايل فيها بنته. لما يموت كانوا على طول بيكتبوا إني بنته. أنتي مات بقى بقيت بنت أخت مراته. اشمعنى؟ خلاص بقى. عبارة عن ديكور وإكسسوارات. يعني أنا هنا في لبنان حلو قوي. سنة 70. ده واحد اسمه كامل قسطنطي برضه في لبنان. ده مسلسل؟ يعني بتاع إنتاج وكده بيعملوا مسلسل. دي في عيد ده في ميلاد الحفلات بقى بتاعتنا أهو أنكل ملاك أهو. أنكل ملاك. بنته. الله يرحمه. دي أول ما رحنا لبنان سنة 67.
بص واحد كويس صغيرة قوي بقى مع دي والدتك ها؟ مع ياسين. انا وماما فوزية في العمارة طبعا. السن ده كنت لسه في العمارة اللي هي القديمة دي. انت اه اه. دي ايه بقى دي؟ دي في لبنان بقى. بيعمل ايه؟ بيعملوا معاه ريبورتاج. دي في المسرح. ده يسري تقريبا يعني. ده اللي عارفني كويس. ده في فيلم بتاع فيروز اسمه ايه؟ من ياسين البيع. ياسين ونيلي وماما فوزية وفيروز وميرفت مرت. ايه ده؟ فين ميرفت؟ لا مش ميرفت. ميرفت صح. ياسين ونيلي الله. دي في اسكندرية المنتزه. في المنطقة. طنط ليليا اللي ورايا اه ممكن. الله يرحمه. الصورة دي فين؟ دي في المنتزه. الله. دول اصدقاء بابا اسماعيل اللي كانوا موجودين يوم وفاته برضه. وده انكل ملاك اللي شاله هو والفكهاني. المليان ده. المليان لا، ده؟ ده اخو درية احمد خال سهير رمزي. انكل رشاد. لكن ده انكل ملاك اللي هو شاله. ده اللي شاله مع الفكهاني وانكل ملاك. دخله على السرير. ده بقى كان غاوي يصور. هو كان غاوي تصوير. كان مجنون تصوير. ده واخد الصور اللي صورها عند كودك وبيلا اللي في وسط البلد. ودي كان برضو حد معروف اسمه رمزي عملها له. ده عبارة عن ورق رقيق جدا مش ورق عادي. عشان كده متقطعة يعني. عشان كده دي اتبهدلت يعني. ده انا بحافظ عليها زي عينيا زي ولادي. كأنها حد من ولادي يعني. بص الورق رقيق جدا عامل سنة 58. سنة 58. اسمه رمزي برضو كان حد معروف. جميلة.